عسلامة ومرحبا بيكم. وصفتنا اليوم سهلة وسريعة وبنينة، طاجين تونسي. حضرت المكونات، قصيت البطاطا طرنشات صغيرة وباش نحطها في الزيت بعد ما يسخن، وحطيت الروبيان يتقلى في الزيت. فما اللي يحب يعمله بالدجاج وفما اللي يحب يعمله بالروبيان. حطيتهم يتقلوا مع بعضهم ونستناهم لين ما يتقلوا نطلعهم. ضفت على الروبيان فلفل أسود وكركم وحطيت شوية بهارات مشكلة، وبعدين طلعتهم وضفت عليهم المعدنوس والجبن، وحطيت كعبتين عظم مسلوق حطيتهم، وبعد قصيتهم طرنشات صغيرة وضفت عليهم شوية فلفل أسود شوية زعتر، وضفت العظم. نضيفوا جبن موزاريلا، ومن بعد نخلطوا المكونات كلها مع بعضهم، نصبوهم في القالب ونكونوا مسخنين الفرن درجة 180 درجة. نحطوا الطاجين 25 دقيقة 30 دقيقة، ومن بعد نخرجوه وصحة وبالشفاء. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة اليوم، بنينة برشا، جربوها وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.